السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. راجعه لكم بقى بوصفات العيد والكحك والبيتي فور والبسكوت. احلى وصفات هنعملها مع بعض. وحبيت ابدأ وصفات العيد بأول حاجة الكحك، طبعا اساسي معانا. النهاردة هنعمل كحك، لو جربتيه مش هتشتري ابدا كحك من بره تاني. الطريقة دي بعملها بقالي سنين، هي طريقة مامتي وعمري ما هغيرها ابدا. كحك ناعم وبيدوب بطعم وريحة زمان كده، والحشوة جواه طرية قوي. بصوا شايفين الجمال. عملت النهاردة بحشوة الملبن وعين الجمل وبالعجوة والبندق. يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. تابعي الفيديو للآخر وقولي لي ايه رأيك فيه، وان شاء الله تجربي الطريقة وتعجبك. اول حاجة انا هعمل 2 كيلو من الكحك، وهسيب لكم في صندوق الوصف مقادير كيلو واحد. هستعمل لكل كيلو من الدقيق كوباية الا شوية صغيرين من المية، يعني انقص منها حوالي مقدار صوبع كده. فبما اني هعمل 2 كيلو فحطيت كوبايتين، زي ما قلت لكم كل واحده ناقصه شويه. حطيت عليهم معلقه كبيره من السكر، وحطيت عليهم واحده من ريحه الكحك اللي بالموز، واحط عليهم معلقتين صغيرين من الخميره الفوريه. باكد عليكم تاني المقادير دي مقادير 2 كيلو من الدقيق. هسيب لكم في صندوق الوصف مقادير الكيلو الواحد. هقلب خليط الخميره كويس لحد ما تدوب، وبعد كده هغطيه وهسيبه على جنب لحد ما الخميره تبدا ان هي تتفاعل. بعد كده هبدأ ان انا اجهز الحشوة. عندي هنا كيلو من الملبن، حطيت عليه معلقة كبيرة من السمنة، واحط عليه كمان شوية من عين الجمل. كسرتهم كده قطع كبيرة بايدي، وبعد كده حطيتهم على الملبن وعليهم السمنة، وبعجن كل ده مع بعضه كويس قوي. معلقة السمنة اللي بنحطها على الملبن دي بتخليه ما ينشفش ويفضل طري معانا. وعايزة برضه اقولك ان الملبن انواع، فهاتي من مكان كويس تكوني ضمناه علشان برضه يطلع طري معاكي وما ينشفش. بعد كده هاخد منها قطع كده صغيرة اعملها كور، علشان بقى تسهل عليا بعد كده في التشكيل. وكمان هعمل شوية صغيرين بالعجوة. جبت قطعة من العجوة حطيت عليها برضو نفس الكلام، معلقة كبيرة من السمنة، وحطيت عليها بندق محمصاه ومكسراه برضو كده قطع كبيرة. نفس الكلام بعجنها كويس قوي وبجهزها اعملها كور صغيرة علشان برضو اشكل على طول. دلوقتي بقى احنا جهزنا خلاص كل حاجة، هنبدأ في عجينة الكحك بتاعنا. انا هنا عندي كيلو وحوالي 100 جرام من السمنة. انا مستخدمة سمنة بلدي، ممكن تستخدمي اي سمنة انتي حباها. احط السمنة على النار. انا مش عايزاها تسخن قوي، انا عايزاها يا دوب تسيح وتبقى دافية. يعني الكحك ده كده بيبقى خليط ما بين الكحك اللي على البارد وما بين اللي على السخن. احنا بس يا دوب بندفي السمنة مش بنقدحها. على بال ما السمنة تسيح، جبت بقى ال2 كيلو من الدقيق، عملت فيهم مكان كده في النص، وبدأت اوزع عليهم السمسم حوالي 3 معالق او 4 معالق كبار. حطيت كمان معلقة كبيرة مليانة من المحلب المطحون، واحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنا السمنة خلاص كانت ساحت. هبدأ ان انا افضيها على الدقيق، بنزلها كلها مرة واحدة. زي ما قلتلكوا هي مش سخنة، هي يا دوب بس دافية. هخلطها مع الدقيق بالمعلقة الأول، وبعد كده هشيل المعلقة وهدخلهم في بعض بإيدي كويس جدا، ودي خطوة مهمة. أنا هنا كمان حطيت رشة من الملح، كان المفروض أحطها على الدقيق من الأول بس أنا افتكرتها دلوقتي. بعد ما بشيل المعلقة بدخل السمنة في الدقيق كويس قوي، بقعد أفركهم كتير جدا بإيدي. الخطوة دي مهمة، هي اللي بتطلع الكحك ناعم وما بيكونش متشقق معانا كمان في التشكيل.
فضلت اخلط فيهم كويس جدا حوالي 6 أو 7 دقايق لحد ما اتأكدت ان الدقيق كله اتشرب بالسمنة. بعد كده بنزل عليهم بخليط الخميرة كل مرة واحدة برضو، وابدأ ان انا الم العجينة لحد ما تتشكل معايا وتتشرب كل كمية المية اللي انا حطيتها. هنا كده خلاص عجينة الكحك جهزت. هختبر كده قطع صغيرة، هاخدها الفها بين ايديا واحاول ان انا اشكلها، اشوف هتتشكل معايا مظبوط ولا هتتشقق. بصوا العجينة ناعمة الحمد لله، ما اتشققتش ولا اي حاجة. كده تمام. هسيبها بقى ترتاح 10 دقايق بالظبط وابدأ ان انا اشتغل فيها. الكحك ما بيخمرش، يا دوبك بس يرتاح 10 دقايق ونبدأ ان احنا نشكل على طول. هنا بعد ما ارتاح بدأت ان انا اشكل فيه. اهم حاجة تفضلي مغطية العجينة طول ما انتي شغالة، تفتحي تطلعي كده قطعة صغيرة تشتغلي فيها، ولما تخلص تاخدي غيرها، لكن بقية العجينة تفضل متغطية علشان ما تتعرضش للهواء وتنشف. انا هنا اول واحدة عملتها بالملبن وشكلتها كده بالمنقاش، واللي بالعجوة عملتها بالبصامة بتاعة الكحك. بصوا العجينة حلوة جدا، مش بتتشقق في التشكيل. هتشوفوا شكلها كمان بعد ما هتستوي، نفس شكلها قبل ما تستوي هو شكلها بعد ما استوت. النقشة بتاعته ما راحتش وحجمه ما كبرش قوي في الفرن، يعني بيزيد حاجة بسيطة جدا. دي اهي عملتها بالعجوة. بكمل بقى تشكيل كمية العجينة اللي عندي كلها، وبعد كده بدخله الفرن على درجة حرارة 200. خدي بالك الكحك اللي بيكون محشي بالملبن او بالعجوة ما بياخدش وقت كتير خالص في الفرن، على عكس الكحك اللي بيكون سادة. الكحك اللي بيكون سادة بتسيبيه وقت اطول في الفرن علشان يستوي كويس من قلبه. وبطلعه من الفرن بعد ما بيكون استوى كويس واخد لون ذهبي فاتح من تحت. لو حابة تديله لون من فوق ممكن تفتحي له الشواية شوية صغيرين، لكن انا بحب الكحك يكون لونه فاتح. وده كده شكله بعد ما استوى وخرج من الفرن. زي ما شفتوا شكله قبل السوا هو بالظبط شكله بعد السوا، نفس الحجم ونفس الشكل. هوريكم بقى دلوقتي من جوه قد ايه هو ناعم والملبن جوه طري. كده نكون خلصنا فيديو الكحك بتاعي النهارده. هسيب لكم في صندوق الوصف مقادير الكيلو الواحد، وتابعوني ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هنكمل بقيه وصفات العيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.